واش بالصح القجع هبط للمستودع وفرض الخطة؟ واش بالصح الركراكي مهدد بالإقالة وسط الكان؟ اليوم 2 يناير 2026 والشارع الرياضي المغربي مقلوب بإشاعات كثيرة، عناوين بحال إنقاذ الحلم والقجع كيف رض التشكيلة، ولات كتدور بزاف في مواقع التواصل بعد التعادل الأخير مع مالي. ولكن شنو هي الحقيقة وشنو هو الكذوب في هادشي كامل؟ واش بالصح الجامعة تدخلت تقنيا باش تصلح الأمور؟ اول حاجه خاصنا نوضحوها هي هاد الهضره ديال ان الجامعه الملكيه وبالضبط الاداره التقنيه فرضات اسماء معينه او خطه على وليد الركراكي باش نربحوا زامبيا بالتجال صفر. هاد الكلام غير صحيح وكذوب. نهار 31 دجنبر 2025 يعني يلا هذه يومين خرج فتحي جمال المدير التقني الوطني بتصريح رسمي وكذب هاد الاشاعات. السيد أكد باللي وليد الركراكي هو المسؤول الأول والأخير على الاختيارات التقنية، وما كاين حتى شي اجتماع سري تفرضات فيه شي تشكيلة. الجامعة دورها هو الدعم اللوجستي وتوفير الظروف، أما التيران والخطط كيبقاو من اختصاص الناخب الوطني بوحده. ولكن بلاتي إلا كنا بصح في أزمة، كيفاش كتشرحوا هاد الأرقام الصادمة؟ لغة الأرقام كتقول العكس تماما. حنا اليوم في 2 يناير والمنتخب الوطني تأهل للدور الثاني من كأس إفريقيا، وهو متصدر المجموعة ديالو ب7 النقاط بعد الفوز الكبير على زامبيا. وزيادة على هادشي ما تنساوش باللي المغرب هو أول منتخب إفريقي ضمن رسميا التأهل لكأس العالم في الصيف اللي فات، يعني المشروع ديال الركراكي راه غادي مزيان، والتعثر في ماتش واحد ضد مالي هو حاجة عادية في كرة القدم وما كيعنيش نهاية العالم. الإشاعات اللي كتروج دابا الهدف ديالها هو التشويش على التركيز ديال اللاعبين قبل الماتشات الحاسمة. ثالث واهم نقطة هي أننا دابا دخلنا لمرحلة خروج المغلوب. نهار الحد الجاي 4 يناير عندنا ماتش مصيري في الثمن النهائي ضد منتخب تنزانيا. في هذا الوقت بالذات الإشاعات ديال الخلافات بين القجع والركراكي أو تغيير الطاقم التقني هي أكبر عدو للمنتخب. اللاعبين محتاجين يحسوا بالثقة والهدوء، ماشي يسمعوا أخبار مغلوطة. وليد الركراكي يبين في المؤتمر الصحفي الأخير أنه واثق في المجموعة، والعودة ديال أشرف حكيمي وإبراهيم دياز للمستوى ديالهم كتعطينا إشارات إيجابية باللي الأسود واجدين باش يكملوا الطريق نحو اللقب اللي كنتسناوه من عام 76. في الختام، ما تبقاوش تثقوا في أي حاجة كتقال في السوشيال ميديا بلا مصدر رسمي. الحقيقة هي أن الركراكي هو المسؤول الأول على الفرقة، والجامعة كتدعمو، والنتائج هي اللي كتحكم. دابا قولوا لنا في التعليقات كيفاش كتشوفوا حظوظ المنتخب ضد تنزانيا نهار الحد. واش غادي ندوزو للربع بسهولة؟ ما تنساوش تشاركوا الفيديو باش نحاربوا الإشاعات، وديروا أبوني باش يوصلكم الجديد بالدليل والبرهان. ديما مغرب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.